السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا مبسوطين وفي أحسن حال. النهاردة الفيديو بتاعنا مش هيكون عن الأطفال، هيكون عن الماميز نفسهم أو الزوجات. مؤخرا لقيت رسائل كتير قوي، وعندي على الجروب لقيت كمية بوستات بتتكلم عن يا رنا زوجي بيخوني، يا رنا زوجي عايز يتجوز واحدة مش كويسة، يا رنا الست اللي هو ماشي معاها أو عارفها أنا عارفة إن هي مش محترمة مش كويسة وي كلام من هذا القبيل. يعني خليني بس أقولك الأول، عايزين نتناقش في حتة كده. هل انت عارفة ليه الراجل ممكن يسيب واحدة محترمة وصيناه وبتحبه وشايلة بيته وشايلة عياله ويروح لواحدة هو مش هقول هو عارف، واحدة مش كويسة، واحدة ملعب مثلا أو واحدة قليلة الأدب مثلا؟ ليه؟ خليني أقولك إن حتى لو هي بتعمل معاه اللي يخليه يبقى شايفها مش محترمة، هو هيشوف إن ده حب. تخيلي بقى، مش هيشوفوا ان هي دي انحلال مثلا او قله ادب مثلا، لان هي عندها استراتيجيه كده، عندها استراتيجيه تشوق ولا تدوق. دي اول حاجه، وهتفضل الحته دي في سياق كده اللي هو ايه، والنبي يا اخويا وانا اعمل ايه، انا حلوه وجميله وده مش بايدي. معظمهم يعني معظم الستات اللي من النوعيه دي اصلا داخله في مرحله تنافسيه كده بينك وبينها. هي مش داخله، يمكن يكون هو اصلا مش مالي عينيها وملوش لازمه اصلا، ويعني مقارنه باي راجل ممكن يكون بيجري وراها ولا هي شايفاه. هي داخله عشان تتنافس مع الست المحترمه الكويسه، خاصه لو كانت عارفاكي صاحبه البيت، تنافس مع صاحبه البيت. فبتبدا تبين قد ايه هي بتحب الراجل ده، وقد ايه ميالاله، وقد ايه شايفاه احسن راجل في الدنيا، وتبدا بقى تفرش له الارض ورد. انت ارجل الرجاله، انت عنتر ابن شداد، انت اكتر واحد ملاعيني، انت اغنى الناس في نظري، مستعد اعيش معاك على البلاطه، مش عايزه منك حاجه. كل الكلام ده وهي في حياه الامر هي ده كله هي مش شايفاه اصلا. هي عايزه توصل لحته ان هي مش تتساوى بيكي، راسها تعلى عن راسك عشان تحس بالانتصار. وانسى ان هي عملت كده وتساوت بيكي وعليت عنك واتجوزها، هل المنافسة هتقل؟ لا، مش هتقل، بل بالعكس هتزيد. ده ممكن كمان احنا بنسمع كمان كتير عن ستات بتتجوز واحد متجوز وبتجبره انه يطلق مراته ام عياله حتى لو كانوا كبار. المقارنة مش في صالحك لو كانت الست لا تتقي الله، ولو كانت عندها من الطرق الثعبانية اللي يخلي الراجل ده يعني سوري يريل وراها. طول الوقت هتقعدي تفكري انا هعمل ايه علشان انول اعجابه، تدخلي في صراع مع نفسك وتدخلي في حرب نفسية، اعمل ايه علشان ارضي الراجل ده. هو الراجل ده اصلا من الاول ما اتقاش الا فيكي، من الاول ما اختارش صح، من الاول ده كان ابتلاء ليكي، وهي من الاول عارفة وراسمة وداخلة ومخططة هي عايزة ايه. فما تفتكريش ان انت مثلا لما تعرفي ان الشخصيه دي مش محترمه وتيجي تقولي له اصل دي مش كويسه ومش محترمه، ان هو كده هيسيبها مثلا. بالعكس، ده هيتمسك بيها اكتر، لان في بعض الرجاله بيفسروا عدم احترام الست ان دي مثلا انوثه زياده، او انت غيرانه منها، او يمكن يكون هو عاجبه الوضع ومش مصدق عليها حاجه. وخلي بالكم ان هي برضو بترسم عليه انها ملاك الطاهر البريء، يعني مش هي برضو مش هتديله اي حاجه الا في اطار شرعي. يعني عارفين انا لسه قايله لكم شوق ولا تدوق. فالفكره كلها، انا ما بتكلمش على فكره على الزوجه الثانيه، انا بتكلم على نوعيه من الستات بيكون هدفها الراجل المتجوز وتبدا تلعب عليه وتبدا تستقطبه بطرق مش كويسه، مش مثلا طرق تتقي الله فيها، لا، بتبقى هي داخله وعايزه تسرقه، عايزه تخطفه. احنا نتصرف مع الست دي ازاي او حياتنا ازاي؟ انا هقول لك كلمتين ملهمش تالت. اول حاجه، الموضوع راجع لقدرتك وطاقتك وحالتك النفسيه وقدرتك النفسيه. تاني حاجه، لهدفك اصلا واستقلاليتك الماليه اللي هي الماديه، الفلوس يعني، وحاجه ولادك وحاجتك للراجل ده. بمعنى لو انت شايفه ان الولاد اللي معاكي دول هيتبهدلوا ماديا ومعنويا ونفسيا من غير ابوهم، وانت تقدري تستحملي، انت مش مجبرة بس لو تقدري تستحملي علشان الهدف بتاعك الانفاق على اولادك وتوفير ليهم بيت امن واحتياجاتهم موجودة، احتسبي عند الله سبحانه وتعالى واصبري وادعي، وما تجيش على طاقتك معاه وما تعمليش حاجة اكبر من طاقتك، لكن احتسبي عند الله سبحانه وتعالى واصبري وخليكي.
تاني حاجة حالتك النفسية. لو حسيتي انت بدأتي تدخلي في حرب نفسية وفي مقارنات وفي ألم نفسي وتهديد مستمر، مش هقدر اقولك تعالي على نفسك، لكن لازم يكون في ضمانات مادية. الشقة اللي انت فيها ما تخرجيش منها، مصاريف ولادك تكون بضمانات تجيلك وتيجي للولاد، ومصاريفكم واحتياجاتكم المالية والشخصية، وتكون لو انت مش واثقة فيه يكون بقاعدة عرفية مثلا بأيا كان. وخلاص يعني احتسبي لله برضو واتركيه لله وخلاص. هو يمكن لما يعرف غلط ولا حاجة رجع ما رجعش، خلاص دي مش مشكلتك. الفكرة كلها ايه؟ ان انا دايما بقول لكم الحاجات اللي زي دي احنا بنرجع فيها لنفسية الست. نفسية الست قادرة يعني خلاص توكلي على الله، مش قادرة ما تجيش على نفسك. اصل انا هربي، انا اللي معايا العيال، وانا اللي معايا الشقة، وانا اللي معايا عيالي، انا اللي بديهم من نفسيتي وطاقتي. لو انا ما عنديش حاجة اديها لهم العيال هيضيعوا. فلازم انا اكون نفسيتي تمام وجسمانيا تمام وعقليا، وكل الكلام ده مش هيتحقق الا لو انا نفسيتي قادرة ان انا اتحمل. يعني كل حاجه انا مش عايزاكي تشيلي نفسك فوق طاقتها، انت ما قصرتيش، وحتى ان قصرتي كتير قوي ستات معرضين ان هم يقصروا زي ما في رجاله كتير بيقصروا. المفروض ان احنا نشيل بعض ونستحمل بعض، فما تجلديش نفسك وما تشيليش نفسك فوق طاقتها. وحاولي دايما ان انت تبصي للميزه او للايجابيات اللي حصلت من ورا الموضوع ده، واحتسبي دايما واستغفري دايما، وادعي ربنا انه يلم بيتك ويهدي لك زوجك ويهدي لك ولادك، ودايما شوفي الخير اللي ربنا حطه لك في قلب المحنه. ربنا يصبر كل قلب زوجة اتحطت في الاختبار ده وجزعت، ويكافئ ويجازي كل زوجة صبرت وقالت انا هصلح من ابو ولادي وهقعد علشان ولادي، او مش عايزه اخرب البيت. ما تعرفنيش، انا رنا سمان، موجه تربوي واسري، معاكي هنا عشان احل لك مشاكل ولادك ومشاكلك في حياتك الزوجيه. ان شاء الله ربنا ما يجيبش مشاكل خالص. سلام عليكم.